خاطر الناس مش سهل. اتعافيت على واحدة وكسرت خاطرها، تمام؟ قسما بالله لا يتكسر خاطرك إلا تتوب وتروح تقول لها سامحني وتقول سامحت وتعمل ما تعمل. لا صلاة هتنفعها ولا صيام هينفعها، ما بتروحش خالص يا هاد الا العفو. إلا بقى إيه؟ لو عفو عنه أروح أبوس إيديه ورجليه وسامحني. وفي الدنيا أرخص وبراحة راحتك، خد راحتك على الآخر. هتتحاسب هتقف بين ايدين ربنا، هتقف بين ايدين ربنا. حقوق الناس هتيجي منك دنيا واخره، ما فيهاش تهريج وما فيهاش بقى ايه يا رب سامحني، لا، يسامحك فلان الاول. اسمعوا مني الجمله دي: حقوق العباد مقدمه على حق الله. اللي انت بتقوله ده يا شيخ، سمعت الجمله؟ سمعتها طبعا. انا بسالك ليه؟ يعني ليه هذا الحجم والقدر من انه ربنا سبحانه وتعالى يسامح في اي شيء في الدنيا، الا انه يبقى في حد اذاني بحاجه او عمل حاجه او ظلمني لحد ما هو او انا اعفو عنه. عشان كسر الخاطر مش سهل. ولازم تقول سامحت بقمه الرضا، مش سامحت غصب عنها خالص. بتفلت وتهرب هتيجي لانه ربنا جعل رقيب وعتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى دنيا وآخرة ليه والعياله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى دنيا وآخرة ليه والعيال إلا أن يتوب. لا، ومش مرتبطة كمان بحاجات معينة أو الحاجات الكبيرة أو الحاجات القوية، ده بأقل الأشياء، بكلمة، بنظرة. والله نظرة العين هنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه بها بغير حق أخافه الله يوم القيامة. ده نظرة العين. لو حديت النظر لواحد ويعني بصيت فيه بصة جامدة فخوفته، انت اذنبت. فما بالكم باللي يسب واللي يهين واللي يخوض في العرض واللي ده كارثة بقى على ده بقى. اطلع بقى لحد اقصى واعلى حاجة، كارثة. فوق لنفسك احسن. فعشان كده يا هانم، الا حقوق الناس، الا حقوق العباد، والا حقوق الضعفاء، والا الغلبان اللي ملوش الا ربنا، الا الغلبان ابعد عنه. طب اسال حضرتك سؤال يا شيخ رمضان. اتفضل. احيانا حد يروح لحد ويقول له سامحني وما كانش قصدي مش عارفه ايه، يقول له سامحتك، بس هو من جوه قلبه اتوجع وما زال موجوع. لما بيفتكر الموقف بيتوجع. زوج جه على زوجته اذاها واتطلقت، والفتره اللي عاشت فيها معاه كانت فتره فيها تعب وفيها معاناه وفيها صبر وقوه تحمل منها غير عاديه، لحد ما خلاص واحنا بنطلعه قال لها سامحي، قالت له خلاص سامحتها، بس هي من جواها مش قادره تنسى. ربنا رب الحقوق اسمه الحق، فالحق هيرجع لصاحبه دنيا واخره، وهيرجع لما صاحب الحق يشعر ببرد الرضا والسكينه، ويذهب الله غيظ قلبه ويشفي الله ما في صدره. لازم في الدنيا والاخره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ده دنيا واخره. تقصد لما يفتكر بيبقى عادي زي ما افتكرش، خلاص ما بقاش فيه مكان للألم او للوجع جواه، خلاص هو نسي الموضوع، بالنسبه له بقى زيه زي اي حاجه ثانيه. ما هو والعياذ بالله لو الانسان وصل في الظلم الى درجه انه لا يستشعر بألم انه ظالم، يبقى ده سقط من عين الله. لان الانسان لو الانسان ظلم وندم وتألم وراح بجد قال للمظلوم سامحني ورضاه بجد، خلاص اتمسح. طب لو الانسان ظلم وفرحان بظلمه، ده بقى ظلم ظلمين. طب لو ما راحش اساسا، ما هو ظلم ظلمين. ظلم انه ظالم وظلم انه مش حاسس بظلمه. يا جماعه اللي يعمل ذنب وبعد الذنب يستشعر بالندم ما زال فيه خير. صح. لكن لما يعمل الذنب ولا يشعر بانه اذنب، ده بدأ يسقط من عين الله. طب يزداد السقوط امتى؟ لو عمل الذنب ثم بعد الذنب فرح به وجاهر به وفاخر به، ده وقع تماما من عين ربنا، يخاف على نفسه.
لأن الفرح بالذنب أشد عند الله من الذنب، والمجاهرة بالذنب أشد عند الله من الذنب، وحرص المذنب على أن يستر نفسه عن أعين الناس ولا يضطرب قلبه لنظر الله إليه أشد عند الله من الذنب. فهي الأزمة في كده، فلازم نخلي بالنا من ده. فنطلب من ربنا يا رب لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية. وبعدين يدعي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. يعني النهاية دايما تبقى حلوة، وللآخرة خير لك من الأولى دنيا وآخرة. وبنطلب من ربنا نعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك. يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء يا جماعة لازم نحرص عليه دنيا وآخرة، يجيب لك العيشة الهنية ويحفظك أنت وولادك من موت الفجاءة.